هو انا لما اتصل عليك واغير رقم برقم او ابدل رقمين مع بعض يا ترى هترد عليا؟ لا طبعا. طيب عشان نجيب من الاخر كده في موضوع التعاملات مع الناس اللي حوالينا، اعتبر ان الشخص اللي قدامك ده عشان تعرف تتعامل معاه كويس وما يحصلش مشاكل بينك وبينه لازم تطلب الرقم الصح. والرقم اللي اقصده ده هو عبارة عن مجموعة افكاره وعاداته وتصرفاته، سواء مستفزة سواء كويسة، لازم اكون عارفاها. 1 2 3 اطلب صح هعرف اخد منه الخير اللي جواه. طيب قدامي بقى في الحالة دي حل من اتنين: يا اما ان الشخص ده خلاص هو كل ارقامه كده مش عجباني، كل عاداته وتصرفاته مش عجباني، فانا هتجنبه. او الحل التاني انا مضطر ان انا اتعامل معاه، انا مضطر ان اقبله على كده، يبقى خلاص احاول اتقبله. ما اقعدش كل شويه اعمل زي اللي ماشي في شارع والشارع ده فيه حفره، وكل مره امشي في الشارع اقع في الحفره واقعد ابرطم. ليه ما صلحوش الحفره؟ ليه مهملين فيها؟ يا سيدي هم مش هيصلحوا الحفره وهم مهملين فيها. هو كده الشارع كده، يا تمشي فيه وتتجنب الحفره يا ما تمشيش فيه. برضو الشخص كده فيه العيوب 1 2 3، كل مرة اجي اتعامل هتصدم وهحزن عشان الحاجات الغلط اللي فيه. طب ما خلاص هو كده. يبقى يا جماعة ريحوا نفسكم من الاخر وحط في دماغك انا مش هربي اللي قدامي، الشخص اللي قدامي كده. طب هتقولي طب ما رقم التليفون بيتغير، هقولك بس لازم صاحبه هو اللي يعوز يغيره، او ان انت غالي قوي عنده فيبتدي يغير نفسه عشانك. غير كده يبقى خلاص هحاول اتقبله وبس. وريحوا دماغكم بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.